نشكر الاستاذ ونؤكد اننا ادمنا رائحه الغاز. اصبحت رائحه الغاز ادمانا. صوت طلقات النار في الميدان لا تخيفنا. صوت الخرطوش يرن في اعمده الميدان لم تعد تخيفنا. لم نعد نخاف. سقط الخوف ومات. شكرا. إلى غلاظ القلوب الذين يرون أن الحجر أهم من الإنسان، إلى الذين غادرت الرحمة قلوبهم، إلى الذين ذرفوا الدموع ألما على إلقاء كرات اللهب على قصر الاتحادية، بينما نحن نعشا وراء نعش بشهداء، فطوى لهم والخزي والعار لجلاديهم. يسعدنا ويشرفنا أن يتواجد معنا في هذا الحفل والدة الشهيد محمد الجندي. والآن الكلمة مع ماما سمير. السلام عليكم. شوفوا انا جيت النهارده صوت يا ريس صوتي عنك. انا جيت لكم النهارده علشان الحقيقه ان انا جيت النهارده علشان اقابل ام قلبها يحترق على ابنها، وهي الست دي لاني شفتها وقابلتها قبل كده وحسيت بيها، لاني انا كمان فارقت ابني ذات 28 عاما وهو وحيدي، ولكني اعلم اني احب ابني حبا كثيرا، ولكني احب الله اكثر. فانا لا اعترض على قضاء الله، لان الله من اعطاني والله من اخذ، وانا حسيت بيها لانها هي قلبها يبلغ، فاردت ان اتي النهارده لكي اجعلها تزور بيت الله الحرام لعل قلبها يهدأ. فالانسان حينما يجلس امام باب الملتزمه يحس باحساس غير احساسه الذي على ارضه، فهو يشعر انه مع الله، واذا شعرت هي انها مع الله فسوف تحبه وتحب كل البشر الذي حولها، وتحب ان يكون الله معها. وقلت لها مره انت ام شهيد، فقالت لي ذبحوه. قلت لها سيدنا الحسين انذبح وانحط على راس السيوف وهو حفيد رسول الله. اسمعيني يا امي، هل تكرهين ان يكون ابنك جليس سيد الشهداء حمزه؟ هل تكرهين ان يكون ابنك جليس احفاد رسول الله؟ هل تكرهين ان يكون مع شهداء احد وصحبه رسول الله؟ والله انه مجلس الانسان يسعى اليه، وانا فخوره بابني انه في هذا المجلس. فهدأت وبصت راسها ومشيت، ولكن لم انساها. كنت اتألم لألمها وهي في منزلها لاني اشعر بها. اما انا فقد احتسبت ابني عند الله لاني احب الله واعرف مكانته، وهو بر بي في الدنيا فاراد ان يكون برا بي في الاخره، فحجز لي مقعدا في الجنه. ما اجمل ان يكون الانسان قريبا الى الله. اسمعوني يا اولادي، اذا كنت اما او شابا او شيخا او شابه صغيره، فاعلمي يا اختي
أنك أشرف نساء العالم، واعلمي يا حبيبتي أنك امرأة قوية منذ العصور، فحضارتك منذ 7000 عام. فأنت كنت تحت يوم من الأيام كانت المرأة المصرية تحكم هذا الوطن، فلا تكتري ولم يكسروك. كوني قوية وسمعي صوتك وقولي أنا حرة. وعايزة أقول لأولادي الشباب، يا أولادي أنا أحبكم في الله، فقد أخذ مني الله ولدا وأعطاني ملايين الشباب، فلتعلموا أنكم كلكم محمد كنزي بالنسبة لي. فأنا أحب كل هذا الشباب. أنتم ذو عقلية راجحة يا أولادي، ومحتاجين إلى جواهر عظيم يلمح هذه العقول، فأنتم ذو عقول راجحة وأنا أعلم هذا، ويساعدكم في هذا التكنولوجيا. أما نحن أصبحنا في سن لا يسمح لنا بالجهاد معكم، لأنكم أنتم من سن 15 إلى 30 بتبقوا في حالة ثورة، أما بعد 30 فيبدأ حالة التعقل شوية. أما في سننا هذا فنحن نقف وراءكم، نقول لكم انتوا عايزين تعملوا ايه واحنا نقف وراءكم، ارادتكم ايه واحنا نقف وراءكم. وهو ده اللي انا بقوله لاولاد الشباب. يا اولادي عايزاكم تكونوا برين بامهاتكم اولا، فالانسان يبر بامه الله يعطيه هيبه يوم القيامه، ويعطيه هيبه في الدنيا حينما يكبر سنه، يمشي بين الناس الاحداث لانه قام برا بوالديه. صلة رحمكم، وصلة الرحم نعمة من الله والعذاب في الجنة لعلكم تدخلون منهم. وانا عايز اقول فحسني معلش انا احب اسال
تأكلين وستظلي تعيشين مع أولادك وأحفادك اللي بيحبوكي من شبابك ومن بناتك. أنا عايزاكم تحبوا مصر، واللي بيحب مصر يحب أخوه ويحب جاره ويحب أهله. حب مصر إنك تكوني قوية، وإنك أنت تكون بتشتغل بعقلك. ربنا ادالك عقل عشان يميزك عن باقي خلقه، اداهولك علشان تعرف ازاي تجيب حقك بدون ما تضرب اخوه المصري، لان انت هتضرب اخوه المصري ما هيصير دم. وانا بكره رائحه الدم ولكن احب رائحه الجنه. عايزاكم كلكم تحطوا ايديكم في ايدين بعض وتحبوا مصر قوي، لان انا حبيتها. عارفين يا ولادي وانا في شبابي كنت بعمل ايه؟ كنت مع زوجي بكافح في الصحراء بنزرعها عشان نسلمها للشباب الخريجين. كنت بفرح قوي لما نصلح 2000 فدان ونسلمهم للشباب الخريجين. خدت خط الصعيد كله، ما كنتش بعيش في المدينه، وكنت ببقى سعيده لما بشوفهم هما بيسلموا الارض خضراء للشباب الخريجين. بعد احنا ما بنصلحها. جوزي مهندس زراعي واستصلاح اراضي، اما انا فماليش في الزراعه خالص، بس كنت بنزل بترامس الشاي وانا ماسكه الميه، شلت الميه الساقعه في العوامات اللي كانوا بيفحطوها عشان توصل الميه للاراضي. انزل بارتفاع حوالي، لو قلت لك 36 دور يمكن يا ابني ما تصدقنيش، وانا نازله على سقالات عشان اناول العمال كوبايه شاي يشربوها او اناولهم سندوتش ياكلوه. كنت ببقى فرحانه جدا لاني حاسه ان انا بعمل حاجه لمصر. طول عمري بحب مصر، خليت ابني يحبها لانه ولده في وسط متحف كبير اسمه المعابد. كنت بحفظه معبد بيقول ايه، كنت بحفظه كل عمود منقوش عليه ايه، لحد ما حبها قوي ودفع عمره لها. وانا مش ندمانه ولا زعلانه لاني حبيته قوي وحبيت بلدي قوي، وفيهم حبيت ربنا. شكرا لك. مرحبا بضيفنا الاسكندريه الاستاذ امجاد ايوب، نقيب الاعلاميين في الاسكندريه ورئيس مجلس اداره فريق الظاهر التحرير ورئيس مجلس اداره مؤسسه امانه الخيريه. السلام عليكم ورحمه الله. انا سعيده النهارده بوجودي معاكم، وانا ما كنتش عامله حسابي الاحتفال ده، بس انا سعيده جدا لان ماما ثانيه جابتنا عشان نشوف اجمل ام في الدنيا. وماما ثانيه فعلا مرتبطه بام المصريين، وهي فعلا ام المصريين. انا كنت قدمت وكرمت 3 عمرات في اسكندريه لامهات الشهداء، والده الملازم اول عمرو زين العابدين، ووالده شهيد الاخلاق محمد خميس، وطبعا ماما ثانيه. ماما ثانيه اتنزلت عن العمره والده الشهيد اشرف محمد شندي. فاحنا جينا من اسكندريه مخصوص عشان ننزلها العمره، وطبعا هي المفروض خلاص احنا الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الفلاح، قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. بشكر ماما ثانيه قوي ان هي عرفتنا بوالده الشهيد اشرف، وبقول لها مبروك عليكي العمره، ويا رب كده تدعي لنا وتدعي اشرف بالراحه وربنا يصبر قلبها، لان اكتر
حاجة توجع قلب أي أم هي إنها تفقد ابنها، بس ربنا معاكم وصفاهم إن شاء الله. حسبي الله ونعم الوكيل. واحد تسبب حرمان أم من ابنها. العمرات مهداة من مؤسسة الثمانية الخيرية مع جريدة زاوية الأحمر، وبشكركم على الحفل الجميل ده وبشكركم لوجودكم.